في هذه الأمسية ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها الكلية المتعددة الاختصاصات بتايلاند مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الكلية وأساتذة الكلية وشركائها، ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها هذه الكلية. ونحط الرحال اليوم ضمن محطة مصادر تاريخ المغرب المعاصر، والتي يقدمها الدكتور عبد الهادي المدن، الذي من مواليد 1982 بمدينة قرميم، حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ تخصص التاريخ المعاصر، مختبر تاريخ الجنوب المغربي بكلية الآداب نزهر. له عدة مشاركات في ندوات وأيام دراسية، كما له العديد من الإصدارات، من بينها كتاب البنيات الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء، وهو مؤلف جماعي للمؤلف، ثم مقالة الأستاذ الذي قدمني بكلمته الرقيقة. ومن محاسن الصدف أن لديه شغف بالتاريخ، وهو باحث في التاريخ تعقداتها وعمقها، لذلك أثرت باتفاق طبعا مع الأستاذ العام من العلوم الإنسانية. لماذا هو من العلوم الإنسانية؟ لأن لديه منهج ولديه مادة. فالمنهج يختلف أيضا، هو أنها انفتحت على العلوم الإنسانية الأخرى. فنجد المؤرخ قد يكون أحيانا عالم اقتصاد، قد يكون أحيانا عالم اجتماع، وقد يكون أنثروبولوجي وأركيولوجي، لأن المؤرخ يمكن أن يستعين بالأدوات التي تتيحها هذه العلوم الإنسانية وحتى العلوم البحتة. السنوات، يعني غالبا عند العامة نستمع على أن التاريخ هو السنة الفلانية أو السنة الفلانية، ولكن هذا هو فقط جزء من التاريخ. يعني التاريخ هذه مسألة تاريخ، أما التاريخ فهو البحث في العوامل المفضية لحدث معين. لذلك نجد أن مدرسة الحوليات مثلا تشمئز من الحدث التاريخي، تقول أن مثلا سنة 1912، وهي تاريخ فرض الحماية الفرنسية مثلا على المغرب العالمية وليست فقط الوطنية، يمكن تقسيم التاريخ إلى مجموعة من الحقب، وهي التاريخ القديم والتاريخ الوسيط والتاريخ الحديث والتاريخ المعاصر والتاريخ الراهن، هو التاريخ الذي نعيشه حاليا. وأنا شخصيا وثائق مجموعة الرسائل أو المراسيم التي صدرت عن السلطان مثلا، أو عن نوابه، أو عن مؤسسة دار السكة مثلا، وهناك أرشيف المغرب أيضا بالرباط. وإذا سمعتم المسألة الرباط كتاب الجيش العربي الخماسي لأكسوس، وهو أصله من نواحي أكسوس، هنا من منطقة إغرم. تاريخ الضعيف للضعيف الرباطي، مسؤول الشهير لمحمد المختار السوسي. هذه الكتابات هي تندرج كما قلت ضمن التاريخ التقليدي المغربي، لأنها تعتني فقط بالأسر الحاكمة، تعتني بشخص السلطان. لذا لا يجد الباحث في هذه الكتابات إلا النظر القليل حول التاريخ الاقتصادي. من ضمن أيضا مصادر تاريخ المغرب المعاصر هناك المؤلفات الكولونيالية، مؤلفات الاستعمارية إن شئتم، وهي مجموعة من المونوغرافيات والتقارير التي دونها ضباط الشؤون الأهلية، وتضم مجموعة من المعطيات ومن الإحصائيات حول عدد القبائل، حول موارد القبيلة. يعني في البداية عرف التاريخ على أنه من العلوم الإنسانية والذي له منهج وله مادة. عرج على أهم المدارس
العلمية في التاريخ، تحدث عن المدرسة الوضعية التي تعتمد على الوثيقة، تحدث كذلك عن المدرسة الثانية وهي مدرسة الحوليات وهي مدرسة فرنسية، وأعطت مفهوما موسعا للوثيقة. ثم تناول من خلال مداخلته تقسيم العنوان إلى 3 أجزاء، حيث تحدث عن المصادر، فذكر بأنها فصل من المادة، تحدث عن الشروحات في موضوع التاريخ، ثم تطرق كمرحلة أخيرة لتاريخ المغرب، تحدث عن المصادر التي يمكن اعتمادها في تاريخ المغرب المعاصر، وقسم التاريخ: هناك التاريخ القديم، التاريخ الوسيط، والتاريخ المعاصر بالمعنى الراهن. تحدث كذلك عن مصادر هذا التاريخ، تحدث عن الأرشيفات، تحدث عن الوثائق، تحدث عن المسكوكات. ديال الموظفين والاساتذه، نشكر الاستاذ المحاضر السي عبد الهادي المدن على هذه المداخله القيمه، كذلك نشكر الاستاذ حديث رئاسه الجلسه السي عمر بن عيش. لدي سؤالين للاخ والزميل السي عبد الهادي. الثلاثاء الماضي تابعت برنامج مباشره معكم للاستاذ عبد الكريم مادول الكاتب العام ديال النقابه، هو بالمناسبه الدكتور الاستاذ اللي شرف على الدكتوراه ديال الاستاذ عبد الهادي المدن. الا كان ممكن يعني ما جاوبش على واحد السؤال او لا شويه يعني باكثر وضوحا، شنو هو اللي كيفرق لنا ما بين يعني المؤرخ وباحث في التاريخ، وما هي كذلك العلوم يعني التي يمكن ان يعتمد عليها المؤرخ لاجل يعني تاريخ لحظه معينه او حادث. مثلا كثيرا ما نسمع أن التاريخ يكتبه الأقوياء أهل هذا الأمر. فعلا بحكم أنكم متخصص في هذا المجال، هل هو صحيح إلى أي حد يمكن اعتباره صحيح؟ وبالتالي هل الضعفاء ليس لهم تاريخ؟ ويتعلق به سؤال آخر. أحيانا كيداروا مشاريع. دابا أنا نهضر على الحالة عهد التطور التقني، في عهد اللايف والبث الحي، هل ما زلنا في حاجة إلى مؤرخين؟ نحن الآن نصور بل ببث الحي. العابد حول الفرق بين المؤرخ والباحث في التاريخ، وأنا تفهم تردد أستاذي الدكتور مادون في ذلك اللقاء الصحفي عندما حدود حقيقية ما بين المؤرخ، فالمؤرخ هو الباحث في التاريخ، ولكن المؤرخ هو ذلك الشخص الذي يكتب التاريخ. يعني أنا مثلا قد أدون مثلا حدث اليوم وهو هذه الندوة والحضور أو السياق العام، يأتي شخص آخر في فترة زمنية لاحقة ويعتمد على ما كتبته. فهنا يمكن أن الحديث عن العلوم، ولكن هي حاولت أن ترتقي بالتاريخ كما قلت لمصرف العلوم، وذلك من خلال اعتماد منهج واعتماد مادة مصدرية. المنهج استنبطته من العلوم البحتة، خاصة من العلوم الطبيعية، لذلك فإن المؤرخ بالنسبة لهم هو الدكتور عبد الهادي المدن، باحث في تاريخ الجنوب المغربي. هذه المداخلة جاءت في إطار الأنشطة التكوينية التي تنظمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي كلية وأساتذة كلية متعددة التخصصات بتالودانت، وقد وجهت لي الدعوة مداخلة في موضوع التاريخ، وقد اخترت موضوع مصادر تاريخ المغرب المعاصر، هو بين العلوم الإنسانية التي الهامة، وقد أثرت الحديث عن هذا الموضوع وعن مصادر تاريخ المغرب المعاصر لإتاحة الفرصة لمختلف الباحثين حتى غير المتخصصين لمعرفة تاريخ البلاد المغرب، لأن التاريخ هو صيانة للهوية الوطنية، التاريخ هو حفظ للذاكرة الوطنية،
وعلى كل معرفة هذه المصادر، سواء المصادر المحلية في سوس أو في ودنون أو في درعا، أو المصادر الموجودة في الرباط، في الأرشيفات الوثائق الوطنية، في دار، في المكتبة الحسنية، أو في المكتبة الوطنية، أو الأرشيفات حتى الأجنبية. يعني بالنسبة للباحث في التاريخ يمكن له الوصول إلى هذه الوثائق المحفوظة في مؤسسات علمية معروفة. وأنا حاولت أن أسرد أو أجرد هذه الأرشيفات، وحاولت قيام بقراءة نقدية لهذه المصادر لمعرفة طبيعتها وكيفية ترجيح مصدر عن المصدر الآخر.